گهدارین هیوی اف ام سلاو و ریز دخلک کنودا جکوشیان وجدار دوی خلکی دا از دیال خلف ورما لهولا دکتور آشور گبرو یه پسپورد نخوشی داخلی او دل دا گهدارین هیجا دوی خلکی دا و دکتور آشور مربده خویا کرن نخوشی تیفوئید یان الحمى التیفیه چیه چاوا بنخوش را چید بی و سدمه وی چنه. مرحبا دكتور. يا أهلا وسهلا. دكتور تحكي لنا عن مرض التيفوئيد أو الحمى التيفية إيش هو؟ والله التيفوئيد يعني أنا أول ما جيت على البلد لقينا كلمة تيفوئيد كلمة كبيرة يعني في البلد، وهن هون عندنا في التفسير هو كلمة الجحرية، والجحرية يعني بعد ما حللناها طلعت عندنا حوالي شيء 10 ل 15 مرض، ففي منهم يقصدوا بالجحرية أو حمى التيفية التهاب المعدة وامعاء، في ناس تقصد فيه الحمى التيفية نفسها، في ناس كل أقياء تسميه الجحرية، وفي ناس التهاب الأمعاء الزحاري، فهو مفهوم كبير. لكن التيفية المقصود فيها هو داء الحمى التيفية، بالإنجليزي نسميه الانتريك فيفر أو الحمى الحشوية. سببها طبعا تكسر أيام الصيف، لا شك أنه تكسر أيام الصيف، لكن هي موجودة على مدار السنة. سببها جرثومة عم تدخل للأمعاء عن طريق اليد والطعام وعن طريق التماس مباشرة مع الأشياء الأطعمة الملوثة، وتنجم عن عدم النظافة بالدرجة الأساسية اللي هي غسل الأيدي والطعام النظيف والخضروات النظيفة. فالأيام هاي طبعا الحقيقة يعني في تحسن في وضع التيفية، ما بقى نشوف التيفية مثل أيام زمان، قلت يبدو بسبب النظافة والاهتمام بنظافة الخضروات والطعام، لكن نشوفها بين الحين والآخر. هي مرض جرثومي سببه جرثومة السالمونيلا تايفاي. هل الجرثومة هاي عم تدخل قلنا عن طريق جهاز الهضم وتدخل للدم وتتركز الجرثومة بالكبد والطحال ونقي العظم، وحتى تستمر فترة ثم يشفى من المريض بعد ما جهاز المناعة يتخلص منه. تتسبب الحمى التيفية أعراض كثيرة، أهمها الترفع الحروري، فلا يوجد حمى تيفية من اسمه، لا يوجد حمى تيفية بدون حمى. هاي قاعدة يعني عامة عندنا، فلا يمكن واحد نقول معه تيفية وحرارته الطبيعية 37، لذلك تتظاهر بحمى. وهل الحمية تتميز بأنه الحرارة تكون فيها ليلية أكثر من نهارية على طول النهار، لكن مع ازدياد ليلي قد تصل الحرارة فيها إلى 40 درجة. تتظاهر بألم بطني، تتظاهر بتعب عام وآلام مفاصل، بالإضافة إلى وهن، وأحيانا قد نجد اندفاعات جلدية. في الحالات الشديدة من الحمى التيفية قد تسبب نزف هضمي وانسقاب حشوي، بالحالات طبعا نسبتها قليلة لا تتجاوز 10%، بس بشكل عام هي الترفع الحروري والتعب العام والغير المفسر سوى تتميز. نحن كأطباء نعرف أنه توجهنا للحمى التيفية بأنه تعرفوا كل درجة حرارة ترفع النبض 10 درجات تقريبا، لكن الحمى التيفية هناك ترفع حروري والنبض الإنسان بطيء. طبعا كيف نشخصها بإجراء تفاعل فيدال اللي هو طبعا التحليل الوحيد غير معتمد عالميا، لكن عندنا ما في غيره. التحليل الأدق هو بزرع الدم. بعد ما نشخص الحمى التيفية علاجه سهل، والعلاج متوفر كتير بإعطاء الصادات الحيوية، بالإضافة إلى التركيز للمريض على الراحة واتباع وسائل النظافة والحمية اللي هي غسل الأيدي، تنظيف الخضروات، وتنظيف كل ما يؤكل. وركز بشكل أساسي على تنظيف الأيادي قبل الطعام، لأنه شعبنا هون متعود تنظيف الأيادي بعد الطعام، فيكون الأكل الجراثيم ودخلت الجراثيم وبعدين غسل إيده. دكتور، هالمرض له سن محدد؟ تصيب كل الفئات العمرية من الأطفال حتى الكبار، لأنه سببها جرثومة تأتي بسبب قلة النظافة، والذباب يساهم أيضا بنقله. فترة العلاج إيش قد تستمر دكتور؟ فترة العلاج هي بشكل طبيعي بعد توفر الجيل الحديث من الأدوية الحديثة، ففي أدوية حديثة في 5 أيام نقضي عليها، بس في الأحوال العادية نحن نعالج لمدة أسبوعين يكون قضينا، أو 10 أيام حد أدنى يكون قضينا على الحمى التيفية. دكتور، نصيحة أخيرة للمستمعين ليحموا حال من مرض التيفوئيد. نصيحة مو بس للحمى التيفية، لكل الأمراض اللي تسبب آفات التهاب معدة وامعاء، سواء الحمى التيفية، سواء الديزانتري، سواء الجيارديا، سواء الجراثيم اللي تسبب تسمم غذائي، كلها نصائح وحدة ومشتركة، هي التركيز على النظافة. النظافة شلون؟ النظافة شخصية، أهم شيء غسل الأيدي قبل الطعام،
طبعا، وبعد الطعام ضروري، لكن قبل الطعام مهم جدا. تعقيم الخضروات، نحن الغسل العادي للخضروات تحت الحنفية الحقيقة علميا غير كافي، لذلك ننصح بغسلا بمواد معقمة إذا توفرت عند المريض، مثل البرمنجانات. إذا ما توفرت المادة، بالمي والصابون الغسلة بشكل جيد الخضروات، خاصة الحشائش. التركيز على القضاء على الحشرات الناقلة للجراثيم مثل الذباب، خاصة بالنسبة للحمى التيفية. ننصح كمان أنه بالنسبة لرواد المطاعم اللي كتير ويقعدوا بالمطاعم، التركيز على الحمض، الليمون، إكثار من الليمون أثناء تناول الطعام في المطاعم، لأنه الحمض يقضي على الجرثومة قبل ما تسبب التهاب معدة ولا أمعاء. هاي هي نصائحنا بشكل عام. دكتور، في نهاية الفقرة نتشكرك كتير. أهلا وسهلا فيكم ومرحب فيكم دائما. گودارن هیجا ام گهانداویا خلکا خواج کوشیانوش دار تا خلکا کدن ببینن دخیر و خوشیه.